أهلا بكم حبايب قلبي، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده معانا قراية حلوة قوي. في صراع بين عقله وقلبه. القراءة دي قراءة للمنفصلين. إيه اللي هيكسب؟ مين اللي هيكسب؟ العقل اللي هيكسب وهيفضل بعيد في الانفصال، ولا القلب اللي هيكسب وهيخليه يجيلك عشان حبه؟ القراية جميلة جدا وسؤالها حلو قوي. معانا القرايتين النهارده، يلا بينا نخليهم قرايتين عشان ما نطولوش. قراية أولى وقراية تانية، علشان عايزين نعرف ايه اللي هيكسب، قلبه ولا عقله في الخصام والبعد. يلا بينا. اختاروا اختاروا بين المجموعتين، المجموعة الأولى والمجموعة التانية. خلينا النهارده بالكروت. عايزين نعرف ايه اللي هيكسب، قلبه وهيفضل بعيد، ولا عقله اللي هيكسب وهيرجع لنا تاني. يلا بينا. ادي القراءة الأولى والقراءة التانية. بسم الله الرحمن الرحيم. قلبه ولا عقله اللي هيكسب؟ بالفعل قلبه كسبان في الآخر. يعني هو كان بيحاول يقول لنا ان انا مش عكس العقل اللي هيكسب، لكن في الاخر القلب اللي كسب. بيقول لنا انا مضغوط، مش عارف انام بالليل. انا من كتر حبك، من كتر ما انت اجمل ست في حياتي، والست الوحيده اللي ما ينفعش استغنى عنها، والست اللي بالنسبه لي اللي كل العالم كله والدنيا كلها. ما بنامش من كتر ما انا مزعلك. دي كمان على فكره رساله كمان ليك برضو. بيقول لك برضو هنا هو شايل هم قوي، شايل هم ان هو يرجع يتواصل معاك تاني، خايف منك. علشان كده بيحاول يتوازن، بيحاول يمسك العصايه من النص، بيحاول يتوازن كده. بيقول لك انا قلبي هيكسب، القلب هيكسب قوي. حط العقل على جنب. على فكره برج الاسد طلع علينا برج الحوت وبرج الجدي. بيقول لك انت بالنسبه لي انا نفسي ابدا معاكي دنيا جديده وحياه جديده. مش عارف ابعد عنك، مش قادر ابعد عنك. بيقول لنا هنا انت حد طيب قوي وحد جميل قوي، ما ينفعش يتخسر، انت ما تتعوضيش، فلازم هلف الف وارجع لك تاني، لان انت بالنسبه لي احلى ست قابلتها في الكون كله. فاكيد القلب اللي كسبان. وطبعا الكارت دوت حسم لنا كل الكروت اللي قبل كده. كارت الرجوع السريع، فطبعا ده معناه ان القلب اللي كسب. فالمجموعه الاولى مبروك ليكم، القلب اللي كسبان مش العقل. معنى كده ان في رجوع قريب ليكم ان شاء الله مع بعض. ربنا يصلح حالكم. المجموعة التانية، بسم الله ما شاء الله، المجموعة التانية جميلة جدا. بعد انهيار العلاقة وبعد التدمير والتعب النفسي اللي انتم مريتوا بيه، والخراب اللي كان بينكم في العلاقة. وهو كمان كان شخصية مستهترة جدا، وشخصية صعبة. كان شخصية بتيجي كده على هوائية. برج القوس، الميزان، سوري، برج الميزان برضو بني، وبرج الدلو. شخصية هوائية جدا. بمعنى انك تيجي بمزاجك وتمشي بمزاجك، ما بتحسمش الامور، متسرع متهور، أرعن كده. كان أسلوبه صعب جدا. طبعا دوت أدى للندم، وإنه ما بيعرفش ينام بالليل من كتر ما هو تعبان نفسيا. بيدعي ربنا ليل ونهار إن العلاقة ترجع تاني وتهدى، تبقى أحسن من الأول. طبعا الكارت دوت كارت المكالمة، مكالمة تليفون برضو ليكوا رسالة في المجموعة الأولى. مكالمة تليفون، هدية نفسه يجي لك بيها، يعني تقديم الهدية، تقديم العوض، عايز يفرحك. طبعا معناه الكارت إن هو في رجوع بإذن الله، والقلب اللي هيكسب طبعا. برضو برج الميزان، لو القراءة تخص برج الميزان كتير. الدلو برضو. أبراج هوائية كلها طلعوا لي النهاردة. فبرضو عايز يرجع يفرحك، وعايز يرجع، عايز يتواصل معاك، عايز يديك حقك. والناس اللي ليها أوراق حكومية في أي مكان حكومة أو بتخلص أوراق، الفترة دي برضو إن شاء الله تخلص على خير. برضو نفسه يرجع يتواصل معاك تاني. بيقول لك قلبك، قلبي اللي هيكسب. والقلب اللي هيكسب، سواء قلبك انت او قلبه هو القلب في الاخر اللي هيكسب. لان القلوب كلها في الكاسات دي كاسات الحب. طبعا دي معروفه ان هي كاسات الحب. كاسات الحب كمان كلها مليانه، والاسره تاني، وهترجعوا باذن الله، ولاي حاجه، لم الشمل تاني يعني. فان شاء الله اصحاب المجموعه التانيه برضو ان شاء الله خير، وفي رجوع بينكم باذن الله قريب. وفي القلب هو كمان اللي كسبان. فهنيئا ليكم طبعا. واللي حابب قراءه خاصه نعرف طاقته ونعرف كل تفاصيله في البعد، وايه يعني جاي مش جاي، ايه الدنيا معاه يعني، برضو يتواصل معايا. وبشكر طبعا كل حبايبي اللي متابعيني، الكويت والامارات والسعوديه. الناس دي حبايبي قوي قوي. وطبعا ناس عمان على راسي المتواصلين معايا. ارياف مصر، صعيد مصر، ما بقدرش ما اقولهمش لان هم ناسي وحبايبي وعلى راسي طبعا. واللي حابب قرايه خاصه يتواصل معايا.
015 من داخل مصر 015 5 4660065، ومن خارج مصر برضو الناس الغالية عندي قوي 00201554660065. يتواصل معايا القرايات الخاصة وحجز القرايات الخاصة، واشوفكم في قرايات اخرى. وبرضو عرفوني ايه القراية اللي احب اقولها لكم عشان نكونوا متواصلين، وعرفوني ابراجكم وابراج الشريك عشان يكون في بيننا تواصل على طول. اشوفكم على خير.